السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يا ربي. معكم هاجر من قناه مطبخ هاجر، واليوم غادي نشارك معكم واحد الجوله في المعرض اللي دار في الرباط ديال السيره النبويه. معرض غزال ورائع، هكا تديو ليه وليداتكم يستافدوا ويعرفوا السيره ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. خليكم مع هاد الجوله، نتمنى ان شاء الله تعجبكم. اللي كيدخل القناة لأول مرة مرحبا وألف مرحبا، ما تنسونيش بواحد لايك وتابوناو للقناة باش يوصلكم كل جديد. خليتكم مع الجولة فقط هكايا بعض اللقطات من المعرض ديال السيرة النبوية. هذه بعض الآفات موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أريكم من خلال الموسوعة هنا، هذه الموسوعة هنا نطلق عليه لأننا نريد من الزائر أن يطمئن لما نقدمه إليه، ولذلك حينما تضغط على هذه البيضة يعطيك أي شيء تضغط عليه هنا يعطيك نماذج كثيرة جدا. حينما تضغط على طعام وتختار على سبيل المثال العسل ستجد الحديث من عاش ثم يعود صفوان انا محمد طه. كندير الفيديو انت تصور. هنايا في واحد الجزء من المعرض دايرين واحد البليصة مكتوبة فيها صلة، يعني صلة الرسول صلى الله عليه وسلم بالملك ديالنا وبالعائلة الملكية، والصلة ديالهم وديال المغاربة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هنايا أول حاجة كاينة صلة النسب ديال الشجرة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني الأجداد ديالنا. ومن بعد غادي تشوفوا في الفيديو كيفاش كانوا المغاربة كينقشوا على الخشب، على هذا الجليج، كيكتبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بركة محمد صلى الله عليه وسلم. خليكم مع الفيديو، كاينين شي حوايج صراحة زوينين اللي كانوا يعني في الأجداد ديالنا، كيفاش كانوا في أي حاجة ديالهم، في أي مناسبة، في أي بلاصة زوينة عندهم كتلقى منقوشة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بركة محمد ولا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مكتوبة في بزاف ديال الحوايج القدامين اللي مازالين شحال من حاجة كاينة. وفي هذا المعرض هذا حاطين بحال دابا مثلا هذيك الجويجة اولا المكحلة كاتبين فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بركة محمد صلى الله عليه وسلم. كيديروها في الفروسية، يعني كيهزوا ديك المكحلة
في الفروسية مكتوب، فيها كيكو منقوش. المهم خليكم مع الفيديو غادي تشوفوا هاد لي ديطاي بزاف. حاجة واحدة أخرى، داك الخنجر اللي كيديروه في الأعراس المناسبات، سورتو في الأعراس كيهز العريس واحد الخنجر. هداك الخنجر يعني كيكون مصنوع من نحاس ولا حديد ولا كتكون منقوشة فيه محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باش كتشوفوا الصلة اللي كاينة ما بين المغرب وما بين رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. صراحة هادشي زوين بزاف، يعني ممكن ديو وليداتكم. أنا اللي لاحظت أن المعرض جاو ليه بزاف ديال الناس اللي ماشي من الرباط، جاو بزاف، وسورتو في العطلة جاو بزاف، يعني استغلوا العطلة وجابوا وليداتهم هكايا باش الوليدات يعرفوا بالسيرة د الرسول صلى الله عليه وسلم. كيبينوا لك في المعرض، كيديروا لك واحد الكيد وكيوريك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا داروا غرفة اللي كان عايش فيها، يعني جابوا مثال شنو كان في الغرفة. كتدخل كتشم ديك الريحة ديال داك التراب باش كانوا مبنيين الديور، وداك القصاب وداك الشي كامل، يعني كتشم واحد الريحة سبيسيال. كيوريوك الأخلاق د الرسول صلى الله عليه وسلم، الأسماء ديالو بزاف، يعني يستافدوا هكايا لا الكبار ولا الصغار. صراحة اللي جا كيعجبو المعرض بزاف. وقالوا بلي المعرض غادي يبقى 6 شهور حتى العام غادي يبقى. كاين في إيسيسكو اللي كاين في داك الرون بوين اللي حدا لوبيتال ميليتير، السبيطار ديال العسكر اولا معرفي، راه تما في داك الرون بوين الكبير اللي كيدي لينو داك ديال لونكولوجي ديال مولاي عبد الله. وكاين حداه كاين حداه لوبيتال ميليتير. هنايا شوفوا حاجه واحده اخرى، هنايا بركه محمد منقوشه على الخزف، يعني بزاف ديال الحوايج كيما هادشي كامل اللي غنشارك معكم. وكاينين هنايا مصاحف كاتبينهم مغاربه قدامين وكاتبينهم بخطهم، يعني كاتبينهم كاينين كتوبه زوينين واعرين. هنايا النحاس كما كتشوفوا مكتوبين عليهم اي حاجه مكتوبه بركه محمد صلى الله عليه وسلم. بزاف ديال الحوايج قدامى نتوما، هذيك ديال المداد باش كانوا كيكتبوا، ديال الشمعة، الميزان. مهم بزاف. ها نتوما ديك المكحله اللي قلت لكم مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ما عرفتش، ما عقلتش شنو هي هذه. حتى هي مكتوب عليها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني باش كتشوفوا العلاقه بحال هذه. ما عرفت، ما عقلتش شنو سميتها، حيت كاينه حتى واحد الكيد تما كتشرح لكم هذا الشيء. كتوريكم داكشي صراحة زوين يستحق المشاهدة. وإن شاء الله مازال غادي نعاود نمشي ليه. مشيت له هاد المرة ومازال نمشي ليه باش هكايا اللي بغى يمشي يستافد. كنحاول نشارك معكم يعني أي حاجة اللي عجبتني فرحاتني ونفرحكم تنتوما بها. وإلى هنا خليتكم. نتمنى يا ربي الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما نكونش ثقيله على قلوبكم. حفظكم الله ورعاكم ومع السلامه. وحاجه واحده اخرى، مبروك علينا هاد الفرحه اللي فرحونا المغاربه، والله الا الحمد لله فرحه كبيره بزاف بزاف. ان شاء الله الله يكون معهم والله ينصرهم.